الدهب نزل جامد، هل دي فرصة ولا بداية نزول أكبر؟ بص، قبل ما تقول دي فرصة أنا عارف الدهب نزل 20% في آخر شهر ونص، بس تعالى أشير معاك 4 إشارات السوق بيديها لنا محتاجين نحطها في اعتبارنا. أول حاجة، الطبيعي بتاع الدهب إنه بيعلى وقت ما يبقى فيه حروب أو أزمات، لكن فكرة إن الدهب مش بيطلع مع الحرب بتاعت إيران وأمريكا بل بالعكس بينزل، دي إشارة ضعف. تاني حاجة، في مؤشرات كتير جدا بتقول إن البنك الفيدرالي الأمريكي ممكن الفترة الجاية يبقى بيزود الفايدة. زيادة الفايدة من الفيدرالي معناه سحب سيولة من الذهب. تالت حاجة، الدولار بيطلع، معنى ان الدولار بيطلع يعني الذهب هيتضغط زياده. تعال بقى من ناحيه التكنيكال اناليسيز اوريك ليه ممكن يبقى فيه نزول اكتر كمان. طيب، واول حاجه احنا جايبينها هنا قدامنا هي المانثلي تايم فريم بتاع الذهب، واول حاجه محتاجين ناخد بالنا منها انه الشمعه هنا بتاعه شهر مارس قفلت تحت السبورت بتاع الشمعة بتاعت فبراير اللي هو 4800، ونزلت قفلت عند 4600، ودي علامة سلبية. وعشان كده السيناريو اللي أنا متخيله إن الذهب ممكن يطلع من 4600 يلمس في 5000 ويبتدي تاني ياخد الداون ترند بتاعه. طيب، وهنا لما نجيب on the daily time frame، يعني كل شمعة هنا بتديني يوم واحد، زي ما انتوا شايفين واضح جدا الداون ترند بتاع الذهب قصاد عينينا. وكمان عندي بير فلاج بيتكون زي ما انتوا شايفينه كده. لو البير فلاج ده اتحقق وما تعملوش انفاليديشن، احنا ممكن ننزل مستريح جدا. لو السعر وصل هنا زي ما قلنا عند 4900 ونزل، احنا ممكن نحقق ال 3900 او الزوم بتاع ال 4000 مستريح جدا. فبالتالي هل دي نقطة كويسة نشتري منها؟ البروبابيلتي بتقول لا، بس زي ما انت عارف مفيش حاجة يقين 100%، يضحك عليك اللي يقولك عكس كده، بس كل الإشارات سلبية للذهب. وقبل أي حاجة، دي مش فاينانشال ادفايس، ده رأيي الشخصي في اللي ممكن يحصل للذهب. سلام.